بغيتك تكون صريح معاه. شحال من مره كيكون عندك واحد الاهداف كبار باغي توصل لشي حوايج اللي كبار في حياتك، ربما كتبارطاجيهم مع واحد الشخص او لا واحد الصديق ولا اي واحد من العائله. شنو الجواب ديالو؟ شنو كيقول لك؟ تيقول لك سير تمشي تقلب عليك على واحد الخدمه، راه هادشي اللي كدير راه غير تخربيق وما لايقش. ربما كتمشي للمرايه وكتونفاسا معاها وكتبدا تشوف وكتبقى جالس وكتفكر، كتقول ربما هاد الاشخاص هادو راه عندهم الحق، وهاد الطريق اللي غادي ليها راه ما هي شيء، وخاصني نمشي نقلب على شي طريق واحده اخرى. وخاصه الا كنتي ديجا بديتي وحاولتي انك تحقق دوك الاهداف لكن ما جابوش واحد النتيجه، كتبقى طرح على راسك واحد السؤال ديال ياك ما بصح عندهم بصح. اللي بغيت نقول لك هو حتى انا كنت في هذه النقطه بالضبط، فين كانوا عندي واحد الاحلام اللي كبار، بغيت نوصل لشي حوايج كبار. ملي كنجي كنبارطاجي مع واحد الشخص بانني باغي نبدا نصور فيديوهات او لا باغي نبدا البروجي ديالي ولا باغي نولي مدير واحد النهار، شنو تيجي يقول لي واش من نيتك؟ واش غير اجي ولي نظرا لواحد الليميتينغ بالليفز اللي عايشين فيهم في المغرب وفي وسط المجتمع المغربي او الاسر المغربيه. لكن هذا الشيء ما حبسنيش انني نحاول نجرب بيديا بلا ما يكذب عليا حتى شي واحد. الحمد لله اليوم راني بديت كنصور فيديوهات، انتم كتشوفوا كاع هذا الفيديو ديجا راني كنكري في الكونتنت وكنعاون الناس واحد اخرين يكريو الكونتنت، وجمعت اكثر من 100,000 فولوور في السوشيال ميديا، بالاضافه انني لونسيت البروجي ديالي وبعت من السالاريان، درت واحد لاجونس كيف ما كتشوفوا اللي حاليا دابا انا كنصور فيها. والاهداف ديالي ما حبسوش هنا، مازال باغي نوصل لشي حوايج اللي كبار بزاف، وحاليا باقي خدام عليهم. وكل نهار كنفيق كنحاول نديفلوبي راسي للماكسيموم، نتعلم بزاف ديال الحوايج اللي جداد باش انني نحقق دوك الاهداف ديالي. علاش درت هذا الفيديو بالضبط؟ درت هذا الفيديو بالضبط باش نبارطاجي معكم ستوري ديالي، كيفاش بديت وكيفاش تغلبت على هاد الليميتينغ بالليفز اللي عندنا في الاسر المغربيه وفي المجتمع المغربي، وكيفاش تبعت انني نحقق الاهداف ديالي. بالاضافه على انني غادي نبارطاجي معك بعض النصائح وبعض الاخطاء اللي درتهم باش هكا حتى انت تتفاداهم باش تربح الوقت. وملي كنقول غتربح الوقت غادي تربح حتى الفلوس، بلا فلتر، بلا قوه الموتيفاسيون الخاويه، فقط الحقائق والصراحه. اللي غادي نبغي منك هو دير فولو وتكمل الفيديو حتى الاخر، لحقاش انا متاكد بانني غادي نبارطاجي معك واحد الحوايج اللي اول مره غادي نبارطاجيهم في حياتي مع شي واحد. نبداو. سميتي عبد الصمد، تزاديت في الرباط، اسره عاديه، حتى شي حاجه ما سبيسيال، زعما نقدروا نقولوا الاب ديالي تزاد في واحد العائله اللي فيها المقاولين ولا التجار ولا شي حاجه، حتى الوالد ديالي كان موظف، يعني انسان عادي، واحد الباك جراوند اللي عادي. وفي الطفوله ديالي بحكم ان الوالد واحد الشخص اللي ظريف ودرويش، المهم ديك الهضره ديال الاسر المغربيه خصك تحني الراس، حتى انا تزاديت تقريبا نقدروا نقولوا بحالو. كنت في الاول كنحني الراس، ظريف، خصك تحترم اي واحد واخا هو ما يحترمكش، انت بداك الاداب وبديك التربيه ودوك الاخلاق المغربيه كتضطر انك تحني الراس كيف ما كنقولوا تمشي ديما جنب الحي. لكن واحد اللحظه بسبب هذا الشيء اكتشفت بانني بحال كنقول لا لراسي بعض المرات، ولا ما كنقدرش نقول لا للناس في الوقت اللي خصني نقول لهم لا، ولا ديما خصني نتسنى لواحد الناس هما اللي كونفيرميو ليا، ولا ديما ندير دوك الحوايج اللي باغيين الناس الاخرين. وهذا واحد الغلط اللي كبير وكارثي. وفين اكتشفت هذا الشيء؟ يقدر يكون في ديك لاج ديال 15 عام، فين تما وليت كنفهم راسي اكثر، وليت كنقلب على راسي ونحاول ديما ماشي نبقى نسمع لاي واحد داكشي اللي كيقول لي ولا ناخذو كواحد الكتاب منزل، انما نحاول نعبر على افكاري ونعطي الاراء ديالي ونحاول نفرض راسي في المجتمع اللي انا فيه. وقبل ما ناخذ هذه الديسيزيون، شنو هو الحلم اللي كان عندي ولا شنو هما الاهداف اللي كانوا عندي؟ هو انني خصني نمشي ضروري نقرا، ناخذ واحد الدبلوم، نمشي للجامعه، من بعد نمشي ندوز واحد ستاج ونقلب على واحد الخدمه كباقي المغاربه او لا 95% ديال الناس. المهم منين بدات ديك المرحله ديال الشك، بقات تقريبا واحد العام حتى ديك لاج ديال 16 عام تقريبا. تما واحد الحاجه اللي غيرت لي حياتي 180 درجه كيف ما كنقولوا، هو انني اكتشفت العالم ديال ليفينمونسيال، وبديت كنخدم في عيد ميلادات، وليت كنحتك بزاف مع الناس، وليت كنعرف ناس جداد، وليت كنتلاقى مع كليان، وليت كنتلاقى مع ناس. وتما عرفت بان راه كاينه واحد الطريق واحده اخرى ابار انك تاخذ ديبلوم وتمشي تقلب على واحد الوظيفه. والحاجه الزوينه هي انني بديت كنخدم بحال هكا، نجيب 100 درهم 200 درهم 300 درهم، واخا هي واحد الحاجه اللي قليله، مي في ذاك لاج نقدر نقول لك واحد الحاجه اللي كبيره بزاف. علاش؟ بحكم انني كنت كنقرا في المدرسه، كنلقى راسي انني عندي واحد لارجون دو بوش كيف ما كنقولوا، كنلقى باش نشري، كنبغي شي حاجه راه ما نحتاج زعما ديك الساعات نقدر نقولها للوالديه ولا شي حاجه، نقدر نديباني راسي براسي. بحكم انني كنت بحال هكا كنعمر مع الناس بزاف وكذا، كنريح مع الدراري في القسم. المهم حتى انا دوزت ديك البساله، دوزت كاع داكشي اللي غيقدر يطيح لك في بالك ياك. المهم كنت كنحس براسي انني عندي واحد نقدر نقول واحد ليغو زايد، اولا كنحس بواحد الراحه اكثر. علاش؟ لحقاش كنلقى راسي بانني راني جربت واحد الحوايج جداد اللي 95% ديال التلاميذ اللي كيقراو معنا ما قدروش يديروا هذه القضيه. وهنا بالضبط فين بديت كنكسب الثقه شويه بشويه، بحكم انني عندي ديك الساعه 16 عام ونص، كنتلاقى مع ناس عنده 40 45 50 عام، كنهضر معاه. ديك الساعه وليت كناناليزي شي شويه، كنشوف مثلا دوك الناس كيفاش كيهضروا، كنبقى جالس بحال هكا مربع يديا، ولكن راني عقلي
خدام كنجري مع الناس كنشوف كيفاش كيهضروا شنو كيديروا شنو الحوايج اللي ما كيديروش كيفاش كياناليزيو كيفاش كيتحكموا في الاعصاب ديالهم اللي كيتحطوا في شي موقف خايب. المهم صراحه نقدر نقول لكم احسن اكسبيريونس دوزت في حياتي هو انني خدمت في العالم ديال ليفينمونسيال. ودابا غادي نقول لكم شنو هو التاثير السلبي على هذه القضيه. هو انني بديت كنكتشف عالم الحفلات وليت كنخدم في هذا الشيء لاشيت شي شويه القرايه بحكم زعما ما كنتش واحد الانسان اللي نقدروا نقولوا راه مكلخ كنقدر ناناليزي كنقدر نفهم ولكن وليت نقدروا نقولوا غادي غير درجه بدرجه. المهم كنمشي كندوز امتحانات اولا كننجح غير بداك المعدل العادي ديال 10 ونص 11. المهم غير جايب روحي الحمد لله ما عمري سقطت ولكن غادي شويه بشويه شويه بشويه. وفي هذا الوقت بالضبط اكثر حاجه كانت كتعصبني اولا كانت كدير لي واحد المشاكل هي مثلا ملي كندخل لواحد الحصه ولا شي حاجه ديما داك الحكم المسبق ديال الاساتذه انت والله ما غادي تطفروا في حياتك. علاش؟ لحقاش بكل بساطه ما كنتيش كتبغي تتبع ولا مثلا الاستاذه كتشرح انت ما كتكونش منتبه ولا شي. كنقول لكمش ديروا هذا الشيء ولا زعما ما تتبعش مع الاستاذه ولا ما تقراش مي غير علاش زعما في هذا المجتمع المغربي ولا شي حاجه كنحبطوا الواحد ولا كنقولوا هذا انت راه كيدير عليه واحد الحكم مسبق بينما حنا راه ما كنعرفوش بالضبط شنو كيدير ولا الكفاءات اللي عند داك الشخص. حيت عارف بان راه كاين واحد الدراري كانوا كيقراو معايا شنو نقولوا هما دراوش ما كيديروش الصداع ماشي مشاغبين ولكن راه القدرات العقليه ديالهم باش نكون معكم صريح واخا كيتبعوا مع الاستاذ ولا شي حاجه ما كيقدروش مثلا يفاليدي ولا يجيبوا واحد النقاط اللي مزيانه بينما كتقدر تلقى داك الشخص راه عنده واحد نقدروا نقولوا واحد الباور في السبور كنمشيو كنلعبوا السبور كتلقاه هو الاول ولا شي حاجه اخرى. يعني الكفاءات ديالو ماشي بالضروره غيولي مثلا واحد الانسان مجتهد ولا يخصو يجيب واحد لي نوت اللي طالعين بينما راه كتشوف كما قلت لكم راه كتلقاه واعر شي حوايج واحد اخر. المهم كيف ما قلت لكم بقيت غادي دقه دقه حتى جبت بعدا ديك الباكالوريا ديالي قلت ديك بعدا الحمد لله راني جبت داك الباك. مور داك الباك طحنا في داك السوق التوجيه ما عرفتش شنو كدير تما كاينه ولا. المهم قبضت ديبلوم انايا في علمي في البرونش ديال الفيزيك ملي كنخرج ملي قبضت الباك اللي كنسولو تيقول لي درت مدرسه ديال الطيران اللي مشى للميليتير كل واحد شنو دار. مي انا تخيل معايا حتى قبضت الباك عاد تنفكر ولا كنشوف شنو كندير شنو الحوايج اللي غادي ندير. صافي هذه كيف ما قلت لكم خديت الباك ديالي من بعد ما دخلت كيف ما كيديروا 95% ديال الناس مشيت لافاك. مشيت لافاك كنسول اين برونش غندير اصلا في هاد لافاك اللي كيقول لي دير هادي دير هادي دير هادي. في الاخر كلشي زعما الاراء اللي كنسمع ديال الناس تيقول لك دير ليكونومي هي اللي خدامه باش تخرج باش تلقى خدمه باش تلقى ديبلوم واخا انا راه ما كنتش انتريسي بليكونومي ياك. صافي هذيك مشيت حطيت الباك ديالي في لافاك. صافي هذيك بديت كنقرا في ليكونومي دوزت الاس 1 نقدر نقول لك فاليديت واقيلا شي جوج ديال لي موديول ولكن شنو هما ولا ما عرفتش ثلاثه شنو هما هاد لي موديول اللي كنت فاليديت واقيلا المات ولونغ وستاتيستيك. علاش؟ لحقاش الماط وستاتيستيك نقدر نقولوا زعما ستاتيستيك عندها علاقه بالماط وانا كنت من صغري عندي مع الماط عندي مع الرياضيات. بالمناسبه الناس اللي كيقول لك الرياضيات اولا الماط فاش غادي تفيدني او علاش كنقرا مثلا داك الكوس ولا الطونجونت ولا داك الحماق كامل خاصك تعرف بان اخويا راه الماط هو واحد الرياضه ديال العقل. يعني ملي كتكون مثلا كتحل واحد المعادله راه ماشي لوبجيكتيف ديال انك تحل ديك المعادله راه غادي تبدل شي حاجه مي غادي يعاونك هادشي باش انك تفكر تبدا اناليزي انك تربي واحد الذكاء اكثر اولا تقوي دوك الخلايا الدماغيه ديالك. داكشي علاش اخويا الا ما كانش عندك مع الماط واخا راه ممل عارف بان الماط ممل حاول تحببو راسك ولكن الا خديتيه مثلا بكاسيون ديال راه معقد ولا شي حوايج فغالبا انك غادي تكرهه. ولكن الا خديتيه زعما نقدروا نقولوا بفيزيون ديال انك باغي تطور من المهارات الذهنيه ديالك فانا غادي تبدل الرؤيه ديالك على الماده ديال الرياضيات. كيف ما قلت لكم صافي من بعد فاليديت دوك ثلاثه ديال لي موديل وتما في لافاك باقي كنعقل راني ما كنتش كندخل مشيت غير للفاز ديال الامتحانات. وفي ذاك الوقت كنت كنخدم بحال هكا في بريكولات في الانيماسيون في الدومين ديالي نيت. صافي بريكول هنا بريكول هنا المهم كتجيب واحد المصروف صغيور. من بعد انايا في ذاك الاس 2 ما نكذبش عليكم فشلت ما بقيتش باغي نكمل في ذاك ليكونومي. جربت ندخل نتبع زعما ما طربنيش داك الشيء شفت راسي زعما راه ماشي ديال ليكونومي وماشي ديال لافاك وما عمري غادي نقرا في لافاك. صافي هذيك كملت العام ديالي خدام كان بريكولي هنا ولا هنا ولا هنا. صافي هذيك جا الصيف من بعد ما وصل الصيف قلت ما غاديش نكمل انا كاع في هذا الدومين. بديت كنفكر بديت كنسول الدراري شنو درتي الدراري زعما اللي كانوا قراو معايا مازال كنعقل واقيلا واحد البنت اللي كانت كتقرا معايا في الباك كنسولتها قلت لها شنو درتي قالت لي انا مشيت درت لافاك قريت واحد الدومين ديال لانفوغرافي. قلت لها شنو هي لانفوغرافي بقات تشرح لي قالت لي راه عنده علاقه بالديزاين وانا مازال كنت كنعقل. ديك البنت كانت كتعرف ترسم وداك الشيء وانا كنت كنعرف نرسم في صغري وانا نقول
يقدر هذا الدومين راه مزيان. ملي سولتها على الدومين شنو كيقرا وقالت لي كنقراو بي سي فوتوشوب. قلت لها شنو هو هذا الفوتوشوب؟ قالت لي راه واحد اللوجيسيال كنقادو به التصاور. قلت بلان صافي هذيك عجبني هذاك الدومين. قلت غنمشي نقرا. الحاجه اللي عجبتني ولا نقدر نقول لكم علاش زعما اختاريت نمشي نقرا داك الدومين، هي قالت لي راه ما كيقراوش بزاف. قالت لي كيديروا واحد القضيه ان كيقراو شهر وشهر كيخرجوا 16، كيقراو شهر وشهر كيخرجوا 16. وانا نقول بلان هاد الحاجه مزيان. صافي هذيك العام الجاي دفعت الباك ديالي وبديت كنقرا في لانفوغرافي وبديت كنقرا في الديزاين. من بعد ما دخلت نقرا الديزاين كنتفاجئ بعدا باول حاجه بان ماشي داكشي اللي جيت عليه ولا داكشي اللي كنت كنتوقع. في الاول ملي كتسمع الديزاين كيصحاب لك بانك غادي تبدا تقرا غير في بيسي، من بعد وليتي كتقرا واحد البروغرام عادي، داكشي قديم، داكشي ممل. المهم عاوتاني نقدر نقولوا جاتني واحد الخيبه ديال الامل، لكن ما قدرتش عاوتاني نبدا لاشي. راك عارف الدار غيبداو يهضروا الجاجمنت ديال الناس. قلت صافي غنكمل باش ما عطا الله. صافي هذيك بديت غادي كنقرا واحد شويه. صافي بديت كنقلب على راسي بحكم انني كنت كنعرف ديك الساعه نخدم في بيسيات من صغري. كنقشبل لوجيسيال تيليشارجي هنا دير هنا. صافي هذيك جبت بيسي ديالي بديت كنتفرج توتوريال ديال الهنود كيفاش ديزايني هذه كيفاش ديزايني هذه. المهم كنحاول انني ندير واحد تيتو. واخا زعما في القسم كنا كنقراو داكشي بلي باز وكذا، ما كنتش في الاول كنحترم دوك لي باز، مي غير كنت كنتعلم داكشي بعشوائيه. من بعد ما بديت كنفهم وليت شنو كندير داكشي اللي تعلمت ولا دوك سكيلز اللي تعلمت ياك وليت كنابليكي عليهم دوك لي باز او دوك الروز ديال الديزاين كيف ما كنقولوا، باش نخرج بواحد النتيجه اللي مزيانه. او ميم طون راني ما حبستش الدومين اللي كنت خدام فيه ديال ليفينمونسيال، وحتى وقت بحال هكا كنجيب بريكولات وهكا كنت غادي مزيان الحمد لله. صافي هي ديك هي تجي البيريود ديال كورونا. هذا معلم صافي تما ولا الوقت سدينا على راسنا، يمكن غير بيسي النهار كامل والتليفون. تما بديت كنقلب مزيان في الويب، قلب تعلمت الديزاين، اكتشفت نقدر نقول شويه الدومين ديال السوشيال ميديا. المهم كتفرج فيديوهات فلوغات ناس خدامين الاونلاين. بديت كنتفرج ديك الساعه في فيديوهات غير ديال الموتيفاسيون ماشي التكنيك. بدا يقول لك درت قدا بهذا الدومين، واش اخبارك انت عايش في المغرب تقدر دير تجاره الكترونيه مثلا في يو اس. المهم بديت ديك الساعه كل واحد كنسمع الكي دي بي، كنسمع ميرش باي امازون، كنسمع ايتسي، دروب شيبين، سي او. المهم نقدروا نقولوا داك الشيء بازيك ما كنتش كنفهم في داك الشيء باش نكون معكم واضح، مي فهمت بعدا بحال هكا نقدروا نقولوا مصطلحات بديت كتعيب شي شويه على بنات. وفي نفس الوقت انفيستيت بزاف ديال الوقت في التعلم في المهاره ديال الديزاين. تما ديفلوبيت راسي نقدر نقول لكم كان عندي واحد النيفو محترم. صافي هي ديك خرجت ديك البيريود ديال كورونا هذا العام الثاني. من بعد العام الثاني خرجنا ديك الساعه للمدرسه. صافي هي ديك انا جايب واحد الباك جراوند ديال راه عندي واحد الاكسبيريونس تعلمت باش كنا في الكوفيد ياك تعلمت نديزاينيت ديفلوبيت راسي ولاو عندي واحد السكيلز هربانين على الدراري اللي معايا في قسم. صافي كيف ما قلت لكم في الاول راه الا بقيتوا شادين معايا في ستوري قلت لكم واحد القضيه كانت زوينه وعجباني في هذا الدومين، هو انك كتخرج كدير ستاج. من بعد ما درت ستاج طحت في واحد الشركه اللي دوزت فيها ستاج، عجبتهم خدمتي وقالوا لي واش تخدم معايا. صافي هذيك في الاول بقيت خدام فريلانس او ميم طون راني كنقرا. مثلا كنت كنخرج مع 8 ديال زعما 6 ديال العشيه ولا شي حاجه راني كنت كنخدم معاهم بحال هكا حتى العشرة ديال الليل ولا 11. كنت الصباح ما قاريش راه كنجبد داك الخدمه ديالهم. صافي هذيك بديت خدام معاهم لمده 6 شهور وفي نفس الوقت راني خدام وكنقرا في ديك البيريود ديال ستاج، حيت كيف ما قلت لكم كنا كنقراو تقريبا واحد الشهر ونص ولا شهر وواحد الشهر كنخرج نخدم. في ذاك الشهر ولا شهر ونص اللي كنا كنخرجوا ندوزو ستاج كنت كنمشي انايا للبيرو عندهم وكنت كنخدم، وفي الوقت اللي كنكون بادي القرايه كنكون خدام بحال هكا راني كنديزايني. وحتى ملي كانت الاستاذه كتشرح بحال هكا راه مازال كنعقليه كتشرح لنا في شي حاجه انا جابت بيسي خدام كذا اللعيبات ولا تحارش في القسم ولا شي حاجه. باش نكون معكم واضح انا ما كنتش واحد الانسان اللي كينتابع في القسم ولا شي حاجه، كنت من النوع ديال الناس المشاغبين، الضحك الهراج. راكم عارفين يعني ملي قلت لكم في الاول سميتو الدومين ديال الانيماسيون غادي تكونوا عرفتوا شويه الشخصيه ديالي. يقدروا يكونوا دابا ناس مثلا كيتفرجوا فيا في انستغرام ولا شي حاجه ما عارفينش هذا عبد الصمد هذا علاش، لحقاش بحكم ان فيديو قصير كتعطي معلومه دغيا بزاف. بما يوتيوب كتقدر دوز مع الناس وقت كثر يعني راه كيعرفوا الشخصيه ديالك اكثر. يعني دابا الا مشيتي قارنتي غير الفيديوهات ديالي اللي كنهضر في انستغرام ولا في شورت مع الفيديو يوتيوب، دابا راني واخد راحتي كنهضر بحال كنهضر مع اصحابي غتلقى فهمتي بحال الشخصيه ديالي كتبان مبدله. مي راني نفس الشخص، راه ماشي زعما كنفيكيا ولا شي حاجه، غير شرحت لكم ان نظرا الشورت ضيق الوقت مع يوتيوب كتاخذ راحتك كتقدر تهضر بطلاقه. هي هذه كيف ما قلت لكم. صافي كملت في ديك الايجنسي كانوا دايرين ليا واحد الصالير
المهم صالير عادي الافريج السميك ديال المغرب وقيلا شي 3000 ديك الساعه داروا معايا ولا شي 2800 ما عقلتش. المهم بحال هكا. وفي نفس الوقت دابا انا كنت خدام في ديك الايجنسي وكنت كنخدم فريلانس، يعني كان بحال هكا شي واحد تيجي عندي كيعرفني شنو كنقرا ولا عارف الدومين ديالي، حيت ديما واحد القضيه كانت فيا زوينه. كيسولني شي واحد فين اخاي كي داير بخير كلشي، نجي نقول لها سميتي عبد الصمد شنو كندير، ديما كنقدم راسي. هذه ديما كانت في واحد القضيه، تقول لي السلام نقول لك كذا طق 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 طق، نحاول نهضر معاك نقول لك واش كدير انت، غتقول لي مزيان كذا طق، ولي كنت كنقول لك كندير الدومين ديال لافوغرافي، تقول لي شنو هذا لافوغرافي، كنقول لها صاحبي داك الشيء ديال الديزاين لوغو لي زافيش بحال دابا انت كتشوف ديك لافيش راه هي اللي في داك البيب راه كنقدر ندير بحالها. تقول لي مزيان المهم خلي الكونتاكت ديالك كذا طن نقدر نحتاجك من بعد ولا لا عرفت شي واحد. صافي هكا بقيت غادي شويه بشويه. المهم كيجيو دي بروجي صغار فريلانس ديك الساعه صراحه. جات واحد الوقيته هو ان ديك الشركه دارت فايت. المهم ما عرفتش الاسباب علاش، واش زعما سوء المانجمنت ولا الكاش فلو ما عرفتش. صافي دارت فايت. المهم ديك الساعه كنلقى راسي بلا خدمه. صافي هي هذيك كيف ما قلت لكم كنلقى راسي بلا خدمه. مي الحمد لله اهم حاجه واللي كنحمد عليها ربي هي كانت عندي واحد الحرفه اولا واحد السكيل. والحاجه الزوينه هو انني مشيت انفيستيت وقتي تعلمت في واحد السكيل، قريت وفي ديك الوقيته كنت خديت ديبلوم وفي نفس الوقت راني عندي واحد الحرفه. والحاجه الواعره بزاف هي انها في الديجيتال ونقدر نخدم ديك الساعه اونلاين. المهم كيف ما قلت لكم شويه جاتني صعيبه انك ما تبقاش ديك الساعه خدام، لحقاش كتكون عكزتي دخلتي في واحد الكونفورت زون، واحد الفلوس راه ديجا كيدخلوك، يعني حتى خديتي واحد الريسك راه ديجا كاين واحد الفلوس راه كيدخلوك ديجا كيف ما قلت لكم. صافي هي ديك من بعد لقيت راسي انني راه ما كايناش ديك الخدمه، يعني خصني بالضبط باش نتحرك خصني نمشي ندير الفريلانس او نكمل في داك الفريلانس. صافي من تما بديت جالس بحال هكا كنحاول. وسوء الحظ شنو راني عندي الحرفه ديك الساعه عندي سكيلز وعندي كل شيء، لكن اكتشفت بان ما قدرتش نشد كليان في ديك الوقيته. علاش؟ لحقاش ما بقيتش كنقرا ياك، ما بقيتش كنمشي للخدمه، يعني ما بقيتش كنتحك مع بنادم بزاف. وليت تهد عليا غير في الدار، والدراري اللي كنعرف في لونطوراج ديالي واخا كنعرض عليهم زعما شنو كندير وشنو كندير، ما كانش داك الكونتاكت مع واحد الناس راه عنده بيزنس ولا عنده بروجي ولا عنده معارف بزاف. راك عارف حنايا لي جون راه الاكثريه راه كتعرف الناس فلاش ديالك، يعني اما الا كنتي باغي تبيع واحد السكيل ولا باغي تبيع واحد المهاره راه خصك واحد الناس اللي كبار اللي في الغالب هما اللي عندهم دي بروجي ولا هما اللي عندهم معارف ديال الناس اللي عندهم بروجي اللي يقدروا هما يماركيتيو دوك لي سيرفيس ديالك. المهم بقيت غادي في هذه الدوامه نقدر نقول واحد المده ديال 6 شهور بحال هكاك. وفي نفس الوقت رجعت بديت كنقلب في الويب نقرا مزيان انفورمون. وانا اكتشفت واحد القضيه. دابا انا ملي كنت خدام في ديك لاجونس ياك كان معايا واحد ديفلوبر وكان كيخدم معنا واحد الفوتوغراف. وداك الفوتوغراف كنت ديما مثلا كنجلس معاه كنبقى نهضر تقول لي شنو كدير واحد الوقيته كنت كنجلس بحال هكا كنتعلم معاه شويه في المونتاج. المهم كنت كنعرف شويه ماشي زعما ديك كنت واعر في المونتاج، مي كنت كنعرف الباز داك تكاتي كذا اللعيباش تاجوتي اليمنت كذا بحكم الديزاين راه قريب شويه للدومين ديال الفيديوغرافي ولا ديال الايديتي. صافي هي هذيك كنت بديت كنقشبل شي شويه. كنت عاوتاني كنريح مع واحد ديفلوبر حتى هو اللي كان صاحبي في ديك الشركه، تحيه ليه من هذا المنبر. صافي هي ديك حتى بديت كنقشبل معاه. صافي سيت ويب اللعيبات طق طق طق. ومازال كنعقل ديك لاجونس راه كانت ديال ديجيتال ماركتينغ، يعني كانت 360 كدير كلشي الديزاين الفيديوغرافي المونتاج صافي. من هنا اجي راه ها فين خصني نركز. صافي هذيك بديت كنقشبل شي شويه كنمشي كنتعلم الادز كنتعلم المونتاج ديال الفيديوهات. ومازال كنعقل واحد النهار كان الباترون كان خاصو واحد الفيديو ياك، وداك الفيديو اديتور ولا ما عرفتش داك الفوتوغراف واش كان مريض ولا كان كونجي في ديك الوقيته ما عرفتش. هو يقول لي عبد الصمد راه محتاجين في هذا الفيديو وراه حنا معطلين على الكليان، واش تقدر دير شي حاجه؟ قلت له نجرب. صافي هذيك ملي جربت ديت الصق قطع كذا اللعيبات طاق زيد موسيقى طاق خرج داك الفيديو مزيان. يعني كيف ما قلت لكم كنت تنقولوا راني واحد الانسان ما كنتش غبي ولا شي حاجه، ولكن كنت كنخدم عقلي غير واحد شويه. يعني الا شفت غير واحد الحاجه دغيا كنمشي كنتعلم لها. يعني مثلا تقدر تقول لي دابا سير دير لي واحد السيت ويب وانا ما كنعرفش، غنمشي نتفرج في واحد التوتوريال في فيديو يوتيوب واحد الساعه ولا ساعه ونص وغنمشي غادي نتعلم انني ندير سيت ويب ونمشي نقدمه لك ولا نجي ندابز معاه. المهم خصني نخرج انا داك السيت ويب باش ما كان باش ما عطل. وعلى ذكر هذه القضيه ديال لي سيت ويب كنت مازال كنعقل. كان جا عندي واحد الشخص بغى لوغو كذا طاطا واحد شويه ويقول لي انا بغيت سيت ويب ياك. هو يقول لي واش كتعرف دير لي سيت ويب؟ انا ما كنعرفش ندير سيت ويب ديك الساعه راه ما كنعرف لا شوبيفاي لا حتى شي حاجه. ماشي ما كنعرف شوبيفاي كنعرف، ما كنعرفش زعما كيفاش نخدمها ولا ما عمرني كان عندي شي كونط فيه. قلت ليه كنعرف ندير
قال لي بصح. قلت له قال لي واش فايت درتي شي سيت ويب؟ قلت لي راه فايت طق 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 صافي. المهم تسنطحت. شوف الجبهه واخا ديك الساعه راني ما كنعرفش باش نكون معكم صراحه، لكن دخلت عليها. شنو مشيت درت؟ مشيت في ديك الوقيته تعلمت، بديت كنتفرج في تيتوريال دير هادي دير هادي دير هادي دير هادي. راكم عارفين شوبيفاي راه تيم تومبليت يعني غير نسق داكشي شي شويه ياك، بحكم انني قلت لكم كنت ديزاينر يعني ما لقاش مشكل في دوك الالوان ولا توازن ما بين هذه ولا هذه. صافي وانا تومبليت كذا سميتو كابي بيست، حط تصويره هنا، فيديو هنا، تكست موديفي. المهم خرج داك السيت ويب زوين. صافي هذيك عجبو قال لي مزيان كذا طق 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 طق. صافي هي هذيك. واحد شويه هو يقول لي واش كتعرف تطلق الات؟ قلت لي تا نعرف نطيحها عاوتاني واخا ما كنعرفش نطلق الات كذا طق. ومازال كنعقل ديك الوقيته كان باغي نطلق ليه كامبين ديال السيلز، وانا ما عرفتش ندير زعما كامبين ديال السيلز. انستالي داك البيكسي. شنو مشيت درت؟ مشيت طلقت ليه ترافيك. واخا طلقت ليه ترافيك بحكم ان النيت ديالو كانت خاويه جابت ليه سيلز. المهم وفي نفس الوقت مشيت تعلمت عاوتاني سيت اب بيكسل الحماق. واخا دابست معاه في ديك الوقيته ما دوخني داك الادز ماناجر، مي في الاخر خرجت ريزولطا وكذا وهادي. وصافي هي هذيك. تما قلت راني دابا واحد الانسان من اللوغو دزت السيت ويب دزت الادز، هادشي راه زوين، خصني نمشي نتعلم ليه. صافي بديت كنديفلوبي راسي كونتنت فيديوهات كنتعلم هنا نتعلم هنا واحد 8 السوايع 10 ديال السوايع ديال التعلم. كان فيق الصباح ياك الا مشيت ترينيت ولا شي حاجه كنجي كنشعل بيس تعلم كونسومي ليا الكونتنت سواء كورسز سواء فيديوهات في يوتيوب. وكنبدا نابليكي نجرب كذا طنطا. واحد الوقيته وانا في الرحله ديال انني كنتعلم الديجيتال ماركتينغ ولا كنحاول نديفلوبي السكيلز ديالي، وانا نكتشف بيرسونال براندين او كونتنت كرييشن. تما بديت كنشوف غيري في وكونتنت كرييترز كيهضروا على البيرسونال براند. والدراري باش ما ننساش واحد القضيه، الحاجه اللي عاونتني بزاف هي لونجلي. بديت كنتعلم حتى لونجلي في ديك الوقيته مازال كنعقل. كناخذ كورسز في سكيلز ديال الديجيتال ماركتينغ وكنتفرج فيديوهات بلونجلي زعما في داك الدومين ديالي، وكناخذ كور في لونجلي حتى هو باش نحاول نفهم بعدا. صافي هذيك بديت كنتعلم شي شويه وبديت كنتفرج في كونتنت ديال مراكل، وانا نشوف غيري في الكونتنت كرييتور كيهضر على الكونتنت كرييشن بيرسونال براندين. ديك الساعه حتى شي واحد في المغرب ما كيهضر على البيرسونال براندين باش نكون معكم صريح. ديك الساعه ديك الوقيته مثلا كنعقل راه الريلز يلاه دارتو انستغرام باش تعرف. صافي هي ديك اكتشفت كذا طق طق بان الشورت كونتنت هي اسرع طريقه باش تبدا الكونتنت الى اخره. مشيت كنتعلم الكونتنت لي باز ديالهم. واخا ديك الساعه كنت عاوش شي شويه. صافي كان عندي واحد التخوف كبير باش نكون معكم واضح، باش ماشي نقول لكم راني قلت غنبدا الكونتنت صافي قلت غدا غنصور فيديو صافي غادي ندخل عليه راه غنصور عادي. زعما كنت مخلوع. انا طاحوا لي فيا دوك الاسئله ديال لا وراه الناس غيجاجيوك، الناس غيقولوا لك اش كتخربق، الدار يبقاو يهضروا اش كترون، صحابك غيبداو يضحكوا عليك. مش شنو قلت غندخل عليها. كيف ما كنت كنقول لكم قلت جبهه في الدومين ديال ليفينمونسيال، سنطيحه في الدومين ديال الديجيتال ماركتينغ. قلت صافي سنطيحه في الكونتنت صافي غندخل عليها. صافي هي هذيك لا غدت ليه صورت فيديو. صافي صورت الفيديو بارطاجيته. مازال كنعقل داك النهار بالضبط كانت عندي قهوه مع الدراري، بوستيت فيديو وانا نخرج بحال هكا مع جالس الدراري جالسين تنضحكوا كي من هنا الدراري جبدوا التليفون ماك على هذا الفيديو طاطا واش تسطيتي ومشى تحارش كذا طاقتي يضحكوا عليا اللعيبات. ما كذبش عليكم ديك الساعه ما عجبنيش الحال، فهمتي؟ ما عجبنيش الحال. واخا كنت كنقول راه عندي اهداف، راه هما ما فاهمينش هادشي اللي كنقول راه عاديه، ولكن ما عجبنيش الحال. صافي هذيك رجعت بقيت كنفكر جالس مع الدار. المهم جالس كنفكر كنخمم كنقول شنو غادي ندير. ودابا هادشي راه ما هو شي نمشي نديزاكتيفي هاد انستغرام كذا اللعيبات من على هادشي. واحد الوقيته وانا نقول عرفت شنو دير خيب الصمت غادي تصور واحد 30 فيديو. صافي هذيك داك النهار جلست سكريبت طق ندير هادي كنتفرج كذا اللعيبه. لا غدت ليه صورت 30 فيديو بسبب ديك الضحكه ولا ديك التحرش ديال الدراري صحابي. صافي هذيك صورت 30 فيديو بديت كنبوستي بديت كنبوستي. ديك الساعه كان عندي في الكونط واقيلا شي 200 فولوور ولا 300. صافي هذاك شي 200 300 فولوور الفيوز 100 200 في الريل كذا. واحد النهار واحد الفيديو يقل على 1000 قلت هذا معلم. صافي هذيك 1000. وشنو المشكله هو ان كانوا جاوني بزاف ديال لي ميساج بسبب داك الفيديو واخا ضرب غير 1000.
علاش؟ لحقاش كنت كنهضر على البيرسونال براندين وقليل كيهضر على البيرسونال براندين ولا على الكونتنت ولا تيبس على هذا الكونتنت ولا على انستغرام بالضبط. وفي ديك الوقيته راه مازال كنعقل، قلت لكم راه الريلز يلاه بانوا، يعني تخيلوا معايا الريلز يلاه بانوا وانا كنعطي على كونتنت كيفاش دير كونتنت بالريلز، تيبس في انستغرام، كيفاش دير ستوريات بطريقه مزيانه، كيفاش الى اخره. صافي هي هذيك بوستيت كذا طاق غادي، قلت هذا الشيء زوين. صافي هذيك كمل طق واحد الفيديو يضرب 10 ديال الفيوز، ضرب 10 ديال الفيوز. واو عرفتي شنو هي 10000 الصمد، داك الانسان اللي كان كيحشم ولا كيصور فيديوهات والفيديو ضرب 10000 وكذا وهذه. صافي هذيك عجبني داك الشيء وفي داك الفيديو عاوتاني ضرب 10000. جا سولني بنادم قال لي يا خويا واش سميتو كتمونطاي فيديوهات؟ قلت له مرحبا. صافي جلست معاه، المهم داك الكليان كانت تكلوزه ياك. صافي هذيك بقيت غادي كمل كنصور صدقت 10 ديال الفولورز، شي فيديو كان ضرب مليون. واو عرفت الصمد ضرب مليون فيو زعما بالاورغانيك، ما طرق لا اد لا والو. صافي تما امنت. صافي عرفت بان الكونتنت كرييشن هي الفيوتشر، انك انت جالس من الدار بيسي زعما خدام ولا تليفون كتصور به، العالم يقدر يشوفك، ولا مثلا اللي كنتي كدير كونتنت بالدارجه المغرب كامل يقدر يشوفك. وشنا هو الحاجه الواعره هو ان داك الفيديو اللي كنت صورت ولا ضرب مليون ولا شي حاجه يقدر يسحب لك راني ضربت صورت في شي سيت اب بحال هذا ولا شي حاجه، باش صورت بالتليفون. ديك الساعه اللي كان عندي مازال كنعقل ما كانش عندي سوفت بوكس، شنو مشيت درت ولا شي فيديو ولا شي رينغ لايت ولا شي حاجه، مشيت تونفاسيت مع الضو ديال الشمس، حليت السرجم، الشمس ضرب لي في وجهي، صورت فيديو. واحد الوقيته ما كانش عندي الباك جراوند فين نصور، شريت واحد التوب خضر ب 15 درهم من المترو، كنت خديت 3 متر مازال كنعقل تقام عليا ب 45 درهم، لصقته في الحيط اللور وصافي بديت كنتعلم في المونتاج، نحيد ديك الجرين سكرين ولا داك الخضر نردو الصفر ولا زرق باش يبان واحد الباك جراوند مزيانه وصافي. المهم داك الشيء كان باش نكون معكم واضح فيديوهات عيانين، ولكن مع ذلك بداو كيجيبوا ريزولت. صافي هي ديك بديت غادي خدام فريلانس شويه بشويه، بداو كيجيو واحد الكليان كنخدم ديك الساعه كنت كنعقل كنت كنبارطاجي ما بين 2 حتى 3 ديال الفيديوهات في النهار. وصافي هذيك بداو كيجيوني كليان خدم لينا، بديت كنصور لهم فيديوهات، قبط مثلا بواحد الباك يكون بواحد 3000 ولا 4000 درهم، كنصور لذاك الكرييتور ولا داك صاحب البروجي ديالو، كنطلق ليه هكا كومبين انجيجمنت ريتش كما قلت لكم بواحد الثمن ديال 2000 3000 درهم. صافي هي هذيك بقيت غادي. ديك الساعه بدا كيدور واحد شويه ديال الكاش، فهمتيني الامور كانت غاديه مزيان. صافي ما قديتش انني نزيد نخدم مع كليان كثر في ديك الوقيته. صافي هذيك كنت تلاقيت مع رضوان الصديق ديالي او هو البارتنر ديالي دابا في لاجونس ارتيسكيب. صافي هي هذيك من بعد هضرت انا وياه، قلت لها شنو كاين. انا كنت ناقص بواحد القضيه، شنو هي في الكوطي ديال الميتينغز ولا السيلز، وهو عاوتاني كان ناقص في التكنيك. قلت له شوف هذه واحد القضيه مزيانه، انت حاول تبقى تماناجيها، كتهضر مع الكليان اللعيبات طن انا نتكلف بشي لعيبه عندها علاقه بالسكيلز ولا بكذا هذه، وديك الساعه نزيدوا شي واحد حتى هو يخدم معنا داك الشيء تكنيك. صافي هذيك بقينا غاديين واحد الوقيته تزادت عندنا الخدمه، قلنا هنا حباس معلم، خصنا نمشيو نديروا داكشي مضبوط، نقادو اجونس ونخدموا معنا بنادم. صافي هذيك في الاول بدينا بفريلانسرز، قديت لاجونس، ما درتش زعما بيرو بحال هكا ولا استوديو وتيم وزدت عليا في لي شارج بزاف. شنو مشيت درت غير كرييت شركه، ومشيت عند واحد الكونطابل دار لي الدوميسيلياسيون. ثانيه الدوميسيلياسيون هي ان الكونطابل كيعطيك واحد لادريس فين دير الشركه، طبيعه الحال ما عندكش محل، ما كيجيب واحد الثمن مرفوق باش كتقدر دير الشركه ديالك. ملي كيسولك شي واحد تيقول عندك شركه، عندي شركه. ومازال كنعقل علاش بالضبط كنت درت الشركه في ديك الوقيته، لحقاش كنت كنعقل شي 4 ولا 5 ديال الناس قالوا لي واش كتعطي فاكتور. تما قلت يا هذا معلم. صافي هذيك مشيت درت الشركه ودرت السوسيتي، وصافي بقيت غادي شويه بشويه كنكبر هنا من هنا نخدم معايا ناس، نحاول نكري بزاف ديال الفيديوهات باش نجيبوها كناس اكثر. من بعد بدينا كنكريو كونتنت في ديك الباج ديال لاجونس. صافي الحمد لله كانت غاديه الامور مزيان. واحد الوقيته كنشوف بان البيرسونال براند ديالي عشان دارت واحد الجروت كبير، وصلت لشي 50000 متابع. صافي هذيك وصلت لشي 50000 متابع، وبداو كيجيونا ناس كذا اللعيبات الامور مضبوطه. وقلنا خصنا واحد الاستوديو فين نصور. علاش؟ لحقاش شنو ولا كيطرا لنا، ولينا كنضيعوا بزاف ديال الوقت في اننا كنديبلاصاو عند الناس وكذا وهادي والعشوائيه في الخدمه والتيم مع فريلانسرز كذا. قلنا واحد الوقيته هذا معلم، خصني ضروري نمشيو نديروا واحد لاجونس فيزيكال، وخصنا واحد الاستوديو. وهنا عاوتاني راه علاش الناس كانوا كيجيو عندنا كيقولوا واش عندكم استوديو، واخا كنا كنمشيو حنا كنصوروا لهم وكنطلقوا لهم الادس وكنديروا لهم كلشي، مي تيقول لك واش عندكم شي استوديو فين نصوروا كذا اللعيبات. صافي هي هذيك مشيت عاوتاني
درت البيرو ديالي اللي حاليا دابا انا راني كنصور فيه هذا الفيديو هذا. والحاجه عاوتاني اللي تقدروا تكونوا لاحظتوها هو حتى كنفاليدي الحاجه ولا حتى كتكون الحاجه على ديك القضيه عاد كنمشي نديرها. مثلا كيف ما قلت لكم في الاول، حتى سولني بنادم واش كتعطي فاكتور واش عندك كذا وبغيت انني نزيد نكبر التيم، عاد مشيت كريات السوسيتي. ومنين عاوتاني احتاجيت انني باش لقيت راسي كنضيع بزاف ديال الوقت في الديبلاسمون وما كيلقاوش الناس فين يصوروا، ويعني حتى طحت في المشكل عاد لقيت ليه الحل، عاد مشيت درت ستوديو، درت اجونس فيزيكال. يعني هنا شنو هو الغلط اللي ما بغيتش ديرو الا كنتي واحد الشخص اللي مبتدئ؟ ماشي نتايا يلاه بادي ما عندكش كليان ما عندك حتى شي حاجه غتمشي تبقى تزيد عليك في لي شارج، زعما خصك بيرو خصك كذا راه باش نكون معكم واضح البيزنس ما كيبغيش العاطفه. شتي انايا دابا اليوم في هاد النهار اللي كنصور فيديو الا شفت ان بيرو راه كيكوست ليا فلوس وراني ما محتاجوش، ولا زعما راني بدلت البيزنس موديل ديالي ولا راه ما محتاجوش، غنحيد بيرو. ماشي زعما نسميه زعما حيتش عندي بيرو لا غنحيدو، فهمتي؟ حيت العاطفه ما خداماش في البيزنس وهاد الغلط ما بغيتش دير. ودابا غادي نبارطاجي معكم واحد الدروس اللي تعلمتهم في هاد الجورني ديالي واللي انا متاكد بانهم غادي يفيدوك. اول حاجه هو ان لونفيرونمون ديالك او داك المحيط اللي كتعيش فيه ماشي هو اللي كيحكم على شنو تكون نتايا ولا شنو غادي تولي في المستقبل. مثلا الا كنتي كتعمر في واحد لونطوراج ولا كتشوف راسك بين لونطوراج ديالك كيامنش بلونتربرونيا، ما كيامنش بانك تكون واحد السولوبرونور، انك تبدا البروجي ديالك، انك دير الكونتنت ولا دير شي حاجه، راه ما كيعنيش بانك راه ما تقدرش تولي واحد الكونتنت كرييتور ولا واحد الشخص اللي ناجح. فانا شنو غيخصك تمشي دير هو انه غيخصك تمشي تبدل داك المحيط ديالك. مثلا انا كنت المهم كنعمر مع واحد الناس اللي سلبيين ما كيامنوش بالافكار ديالي. شنو مشيت درت؟ ماشي نقول ولا صافي راه خصني نفشل ولا خصني لاشي هادشي ولا الطريق اللي غادي فيها راه ما مزياناش، مي حاولت نبدل داك لونطوراج وداك لونفيرونمون ديالي سواء اترافير السوشيال ميديا بحال هكا في كوميونيتيز مع الناس اللي كيكريو الكونتنت حتى هما، او لا في الفيزيكال بحال هكا كتلاقى مع ناس اللي ايجابيين في خدمتهم، ولا حتى هو ديجا فريلانس، ولا حتى هو ديجا مثلا خدام مثلا بحال هكا اونلاين ولا شي حاجه. تقدر تبدا غير من القهوه، راه كتمشي قهوه كتلقى واحد خدام في بيسي بعض المرات كتقول لي عطيني غير شارجور ولا كتسولو على شي حاجه، من بعد كيدوز كونطاكت ديالكم كيقول لك حكا راه شنو كندير وشنو كندير، راني خدام في ايتسي خدام في اي باي. صافي هكا بدات تكري واحد النيتورك اللي عندها علاقه بداكشي انت اللي كدير، وحاول تبدل المحيط ديالك. وهذه هي اول خطوه خاصك دير الا بغيتي تبدل من حياتك، حيت ديما خاصك دير في بالك واحد العباره هي ديال your network is your net worth. شنو كيعني بهذه العباره هذه؟ بان المحيط ديالك هي الثروه ديالك. علاش؟ بكل بساطه لحقاش الا عمرتي مع واحد 5 ديال الناس ايجابيين في خدمتهم بداو البيزنس اونلاين، فراه انت هو داك السادس اللي غادي يبدا. عمرتي مع واحد الخمسه مثلا كيكمي ولا كيديروا حوايج خايبين، راه انت هو السادس غادي تولي. فهنا الله يرحم لك الوالدين، الا كنتي واحد الشخص ايجابي باغي يبدل حياته باغي يوصل لشي حوايج اللي كبار، اول حاجه غادي تبدا بها هي غادي تبدل المحيط ديالك. باش كنقول لك غتبدل المحيط ديالك ماشي تضرب على عائلتك ولا تضرب على صحابك ولا شي حاجه، مي حاول تنقص الماكسيموم ديال الوقت ولا ديال الانرجي ديالك انك تضيعها مع دوك الناس او دوك الاصدقاء. مثلا انا عندي صحابي ماشي نقول لك سلبيين، ما كنتقاسمش انا وياهم نفس الافكار، مي خص واحد الوقيته اللي قليله او اللي قصيره سواء في العائله ولا شي حاجه، مي كنحاول شنو نقول لك نخوي دماغي، ما كنبقاش نهضر معاهم في شي حوايج نقول لهم شنو باغي نوصل شنو. خويا تعلم تسد فمك. باغي دير مثلا واحد البيزنس ولا باغي دير واحد المقاوله، علاش غتمشي لواحد المحيط اللي فيه 5% ديال الناس اللي مقاولين 95% ديال الناس وكتحاول تقنعهم باش يبدلوا الافكار ديالهم وبان الافكار ديالك لا ما تضيعش الانرجي ديالك. حاول تضيعها مع واحد لونطوراج اللي فيه 95% ولا 90% ديال الناس اصلا دي زونتربرونور. واش فهمتي الكونسيبت؟ علاش تضيع انت الانرجي ووقتك وتبقى تقنع عباد الله؟ صافي مثلا الا بان لك شي واحد فيه الضوء حاول تقنعه، ولكن الا بان لك هو ما باغيش تقنعه، هو ما باغيش يبدل راسه، صافي اخويا حبس. صافي كتجمع بيناتكم الضحك ولا العائله ولا شي مواقف خاصك تلاقاهم، صافي حبس تما ستوب. صافي من بعد تسد الافكار ديالك، دير اوف لراسك، صافي تما خويا حبس دوز ديك الوقيته. الله يجعل شي بركه، سير قلب على واحد لونطوراج اللي كيتقاسم معاه نفس الافكار. ودابا باش نهضروا على واحد القضيه هي ديال الصحاب. راه باش نكون معكم صريح، راه صديق ديال الطفوله راه ماشي بالضروره خصو يبقى معاك صديق حياتك كامله. باش نكون معكم صريح، من بعد ديك تقدر دير اصدقاء جداد اللي كيتماشاو مع الشخصيه الجديده اللي اختاريتي ولا شي حاجه. ماشي بالضروره تبقى غادي مع دوك الاشخاص اللي كبرتي معاهم ولا شي حاجه، حيت
دوك الاشخاص اللي كبرتي معاهم غير باش نكون معاك واضحه، راه غير العاطفه اللي خدامه، لحقاش من نهار تزاديتي ولا حليتي عينيك ولا في الصغر صافي بديتي كتلعبوا كره، كتخرجوا هنا كتضحكوا النشاط من هنا، وانت واحد الكونفورت زون ياك، ما قدرتيش انك تهضر ولا تعلم تهضر مع واحد الناس جداد او دير واحد المعارف جداد، فانا كتقول لا صافي نخلي عندي اخويا ما عندي ما ندير بنادم جديد. لا، ضروري صاحبي حاول دير واحد النيتورك جديده، راه واحد تقدر تتلاقى معاه يقدر يبدل لك حياتك، يقدر يدير لك شي اوبورتونيتي اللي كبيره. مازال كنعقل مثلا كيف ما كيكون في الستوري ديالي داك مول السوسيتي اللي خدمت معاه ودوزت عنده ستاج، راه بسبب النيتورك انني تعرفت على واحد الشخص وداك الشخص عرفني عليك، وهكا غادي الحياه. الدرس الثاني اللي بغيتك تتعلم ليه هو تعلم تاكسبتي الانتقادات. الا انتقدك واحد الشخص صافي من بعد شنو غادي يطرا؟ موفون، جا شك في داكشي اللي كدير ولا شي حاجه صافي نيكست، ما تصدعش راسك. علاش غتحاول تقنع واحد الشخص اصلا هو ما بغيش يعاون راسو ولا ما بغيش يتقتان؟ وباش كنقول لك خصك تاكسبتي الكريتيك، راه ماشي غير في الاوفلاين، راه كاين حتى في الاونلاين. راه تقدر مثلا انت غتكون كتكري واحد الكونتنت على البيزنس، كتعطي مثلا نصيحه في البيزنس، يجي عندك واحد الانسان اش كتخربق، شمناش هاد المعلومات، قهرتونا في هاد السوشيال ميديا. يعني راه الكريتيك فين ما مشيتي كاين، يعني تصالح معاه في الواقع قبل ما تصالح معاه في السوشيال ميديا. ودابا مثلا دخلتي لواحد الشين يوتيوب لقيتيه ديال تجويد القران، تلقى الناس في القران داير ليه ديزلايك. مثلا واحد الانسان كيجي تيقول لي صوتك خايب، ونقص الفوليوم، وعلاش ما درتيش هادي، وعلاش ما درتيش هادي، يعني الانتقادات فين ما مشيتي غادي تلقاهم. وكون على يقين الا تعلمتي تاكسبتي الانتقادات راه كلشي حسن من 90% ديال الناس، لحقاش الاغلبيه ديال الناس ما كياكسبتيوش الانتقادات ولا الكريتيك. يعني ملي كيجي واحد الانسان كينتقد ولا كيقول ليه واحد الكلمه اللي خايبه ياك، كيمشي كيجلس مع راسو كيبقى يفكر فيها بزاف، كيتحبط، كيقول لا راه الافكار ديالي راه تخربيقه، وفي الاخر كيفشل وكيلاشي كاع دوك الاحلام اللي ضرب عليهم تماره ولا باغي يوصل لهم. الدرس الثالث اللي بغيتك تتعلم ليه هي الكونسيستنسي، اي الاستمراريه. والاستمراريه هي السر باش تنجح في اي حاجه. باش نكون معاك واضح، يقدر يكون واحد الانسان موهوب، ولكن انا لاش ديت مثلا واحد الوقت وبديت كنعطي بزاف ديال الجهد وبزاف ديال الوقت في داك التعلم ديال داك الدومين، ولا كيف ما بغى يكون داك الدومين مثلا سواء ديجيتال ولا في الاوفلاين، واحد الشخص هو موهوب فيه. مثلا الا كنتي كتامن بالموهبه ولا نقولوا راه الموهبه كاينه ياك، انا جاي كنعطي الماكسيموم ديال الجهد والماكسيموم ديال الوقت باش انني نتعلم داك راه نولي احسن من داك الانسان اللي عنده ديك الموهبه. علاش؟ مثلا كنا نكون دابا كنهضر في فيديو بواحد الطلاقه اللي مزيانه، مازال كنعقل الفيديو ديالي الاول كان كارثي، لكن باش وليت انني كنقدر نهضر قدام الكاميرا مرتاح وكنبين الشخصيه ديالي من بعد ما صورت الفيديو الاول الثاني الثالث الرابع الخامس الفيديو الاول عيان، كون على يقين 100 فيديو ولا 150 فيديو غيكون مزيان. وهذا الشيء ماشي تاخذوا غير على الفيديوهات، حتى على ديزاينيتي البوست الاول جا عيان، الثاني الثالث كون على يقين البوست 100 غيكون مزيان. كنتي كتمونطي فيديوهات الى الفيديو الاول تخربيقه، الثاني بينه وبين الثالث غادي تكون عرفتيها من هاد الاكسبيريونس اللي بارطاجيت معاك. وفي الاول باش يلاه بديت ما كانش عندي مثلا واحد النمبر ديال الفولورز، ما كانش عندي كونيكشن، ما كانش عندي واحد الكابيتال، ما كانش عندي واحد السكيلز، لكن بالاستمراريه وبالتعلم وبالصبر قدرت انني نوصل لهذا الشيء كامل. علاش درت لك هذا الفيديو؟ ماشي باش انني نبان عليك راني واعر ولا انا واحد الشخص وصلت لشي حوايج اللي كبار، لا، وما عمري قلت هذه الهضره وما عمري غادي نقولها. مي درت هذا الفيديو لحقاش من القلب انا عارف بان راه كاين واحد الناس تا هما باغيين يبداو بحالي، ولا زعما كانوا في نفس المرحله اللي كنت فيها باش كنت يلاه باغي نبدا عندهم واحد الاحلام اللي كبار، لكن كيضطروا انهم يلاشيو دوك الاحلام بسبب لونطوراج ديالهم ما كيكونوش فاهمين هذا الشيء، ولا كيسمعوا لواحد الانتقادات ديال الناس كتكون عندهم واحد النقص في الشخصيه ولا شي حاجه، فكيضطروا انهم يلاشيو دوك الاحلام ديالهم. ونصيحتي لك الا كنتي كتشوف هذا الفيديو عندك شي احلام كبار، باغي توصل لشي حوايج اللي كبار، باغي تكون انت هو اشهر انفلونسر، ولا باغي تولي واحد البيزنس مان اللي كبير، باغي دير ستارت اب، باغي تبدا واحد البراند اي كوم، باغي دير اي حاجه، ثق في راسك راه كلشي ممكن. ولكن بطبيعه الحال ماشي غير تيق في راسك ولا غير تموتيفا، ضروري خصك تخدم وتعطي الماكسيموم ديال جهدك سواء في التعلم او في التطبيق، وراه بالكونسيستنسي اي حاجه ممكن كيف ما بغات تكون معك. ودابا غادي نكون وصلنا للاخر ديال هذا الفيديو. ما تنساش تبارطاجي هذا الفيديو ودير فولو الا عجبك هذا الكونتنت، باش هكا نحاول نطلع لك مره واحده اخرى. وباش نكون معكم واضح، هذا الشين يوتيوب هذه درتها باش نبارطاجي معكم كاع الافكار ديالي والاكسبيريونس اللي دوزتها سواء في البيرسونيل او لا في الكوتي ديال البيزنس ولا في الكونتنت كرييشن. واللي غادي نقول لكم ما سخيتش بكم، ونتلاقاو في فيديو جديد.